السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة هعمل معاكم أكلة اسكندراني تحفة يا جماعة، تراث. أهالينا زمان ما كانوش مرتبطين بلحمة أو فراخ علشان يغدوا أهل البيت أو يعملوا وجبة الكل ياكل ويشبع ويقول بجد الله على جمالها. اهلنا كانوا بيعملوا اكلات كده اقتصادية حلوة قوي، زي البصارة والعدس والكشك الاسكندراني اللي هو قدامنا دلوقتي، ده اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة. كشك الاسكندراني يا جماعة من الاكلات التحفة اللي ممكن تسحبي رغيف ورا رغيف لما تنسي نفسك وتلاقي نفسك كلتيلك 3 4 ترغيفة من جماله. النهاردة قدمت لكم بثلاث كده طرق او بثلاث اشكال، يعني حطيت على طبق اطباق منهم بصل محمر، واطباق منهم سبتها ساده. والطبق ده بقى اللي بالنعناع الناشف، بنحمر كده شويه النعناع في الزيت بعد ما بنقلي البصل كده، بناخد شويه زيت من زيت البصل نحمر فيهم شويه النعناع ونحطه على وش الطبق. والله بقى يا جماعه، انسي بجد والله العظيم هتاكلي صوابعك وراه، رغيف ورا رغيف وهتنسي نفسك. جنبه بقى بتنجان مخلل، فلفل بصلصة زي ما انا عاملة، وانسي بقى وكلي وانتي بجد هتسترجعي ذكريات زمان. يلا بينا نشوف مع بعض كده تفاصيل الاكلة. معانا بصل وتوم، ومعانا فول مدشوش، ربع كيلو من الفول المدشوش او فول البصارة، ومعانا صلصة. معانا كمان توم وفلفل اسكندراني مقطعينه كده حلقات، ومعانا طماطم ده علشان نعمل طبق الفلفل. هنا جبنا الفول اللي هو فول البصارة يا جماعة، او الفول المدشوش، حطينا عليه مية سخنة وهنسيبه منقوع كده شوية. تمام. هنا بقى هنحضر الاول. انا طبعا معايا توم هنا وتوم هنا. التوم ده علشان الطبق الفلفل ابو صلصة، والتوم ده راس توم علشان نعمل الكشك. حطينا راس التوم كده في الكبة، وحطينا معلقة كده حلوة من الشطة وشوية من الفلفل الاسود، ودول هنضربهم مع بعض، مش هنحط معاهم حاجة تاني. حطينا بقى كده في الحلة بتاعتنا او في الوك بتاعنا شوية من الزيت، ونزلنا عليهم بالصلصة بتاعتنا. انا دي صلصة مفرزاها كده ونزلت بيها كده على الزيت. تمام. هنا التوم بتاعنا بقى، لو عندك كبة اضربيه في الكبة، ما عندكيش كبة يبقى في الهون. دقيتها كده او ضربتها كده في الكبة مع التوابل، الشطة والفلفل. واول كده ما اتطحنت معايا والصلصة هتبتدي تفك، هنزل بيها على الصلصة. نزلت بقى بيها على الصلصة كده، وهقلب واسيب بقى الصلصة بتاعتي مع التومة تاخد وتدي كده ويستووا مع بعض. تمام. انا نقلتها على العين التانية هنا، وهسيبهم بقى ايه ياخدوا ويدوا مع بعض. هنا الصلصة بتاعتي اتسبكت، نزلت بكوبايتين من المية. تمام. وهنا بقى الفول بتاعي نفش شوية او طري شوية، هاخده كده اصفيه وانزل بيه في الصلصة ديت. تمام كده. يبقى كل اللي احنا عملناه، حطينا شوية زيت، نزلنا بالصلصة بتاعتنا. او لو انت ما عندكيش صلصة هتضربي طماطم في الخلاط. قد ايه طماطم؟ حوالي كده 5 طماطميات، يعني في حدود اقل من نص كيلو. تمام. هنحط عليها التومة اللي احنا عملناها بالشطة والفلفل الاسود، ونسيبها تتسبك. بعد كده هنزل بالفول. وبعد ما نزلت بالفول بقى هسيبه يستوي، وزودت له طبعا ميه. هنا بقى ضربت 3 بصلات حلوين كده في الكبه. البصل بتاعي كان صغير، فضربت 3 بصلات حلوين في الكبه كده، نعمتهم خالص. وهنا بقى سايبه الفول كده وزودت له ميه وسبته يتسبك. حطيت كمان مكعب مرق يا جماعه علشان نسيت ان انا اصوره. حطيت مكعب مرق بيدي طعم حلو. هنا بقى البصلتين التانيين قطعتهم جوليان كده حلقات رفيعه، ونزلت عليهم بمعلقه من الدقيق، ودول هحمرهم علشان اجرنش بيهم الوش. تمام كده. طبعا الفول بتاعنا بيستوي مع الصلصة. وهنا هنعمل مادة الربط بتاعتنا كوباية من المية، عليها 3 أو 4 معالق من الدقيق. تمام. هنحط بقى كده ايه، انا حطيت 3 معالق ورجعت زودت كمان معلقة، حطيت 4 معالق من الدقيق. هنربط بقى بيها دي مادة الربط. وهنا بقى معايا البصل بتاعي ده بيتحمر. وليه ما حمرناهوش في الاول؟ هو الاكله ديت بتتعمل زي العدس كده، بنحمرها البصل خارجي وبعد كده ننزل بيه كده في النهايه. تمام. هنا بقى بعد ما ابتدى معايا الفول يستوي ودخل في التسويه، نزلت بالبصله اللي انا حمرتها خارجيه ديت اللي هي متقطعه صغير. اما البصل اللي متقطع جوليان ده للجرنشة على الوش.
هسيب بقى الفول يكمل سواه مع البصل والثوم ومع التسبيكه الحلوه دي، واسيبهم. اما احس ان الفول لسه ما استواش ازود له شويه ميه. كل ما تحسي الفول بتاعك ما استواش زودي له شويه ميه. احنا عايزين الفوله بتاعتنا مهريه، عايزين الفول مهري مستوي على الاخر. تمام كده. اول ما الفول بقى بتاعي استوى نزلت بماده الربط اللي هي 3 أو 4 معالق الدقيق اللي انا دوبتهم في الميه، وهبتدي ان انا اقلبهم على التسبيكه الحلوه بالفول دي. تمام كده. هنعمل مع بعض احلى طبق كشك اسكندراني هتاكليه في حياتك، والله يا جماعه تحفه. وحطيت رشه فلفل اسود كمان كده، وهظبط الملح بتاعي. اللي بيميز الطبق ده يا جماعه رشه النعناع اللي على الوش. النعناع ده بيبقى بجد هو اللي بيديله الطعم التحفه. انا هنا ما صورتلكمش النعناع، هقول لكم انا عملت ايه. انا بعد ما حمرت البصل اللي هو الجوليان، خدت شويه من زيت البصل، حطيت فيهم معلقه من النعناع الناشف، وخليتها كده تاخد كده يا دوبك دقيقتين على النار. اول ما شميت ريحتها حطيتها على وش الطبق. تمام. هنا انا عايزاه يربط كده، يبقى زي المهلبيه كده ويربط معايا، والفوله كده تبقى مستويه وحلوه جدا جدا. خلاص كده بقى استوى. وهنا هعمل طبق الفلفل بصلصه. التوم بتاع الفلفل بصلصة بنخرطه كده على ايدينا، بنخرطه حلقات علشان يبقى ظاهر كده في تقديم الطبق، مش بندقه في الكبة ولا بندقه في الهون. هنخرطه كده بالسكينة. واسهل طبق فلفل بصلصة هتاكليه في حياتك. بينفع بقى جنب ملوخية، بينفع جنب عدس، جنب اي اكلات انت تحبيها. حطيت شوية كده من الزيت، وهخلي التومه ديت يا دوبك كده ايه تفحفح ريحتها، يعني مش عايزاها تاخد لون ذهبي خالص، انا عايزاها كده ريحتها تفحفح كده معايا، وانزل بالصلصه. اول ما اشم ريحتها كده ولونها يبقى مش واخده لون ولا اي حاجه، يعني يا دوبك كده زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها، بس ريحتها طلعت معايا، انزل بقى بالصلصه اللي انا ضرباها كده في الكبه. عندك صلصه بقى مفرزاها، انا ما كانش خلاص بقى عندي صلصه في الفريزر، فطلعت عملت طماطم كده في الكبه اللي هما كانوا قدامي ال3 طماطميات دول. نزلت بقى بالفلفل الاسكندراني اللي انا مقطعاه حلقات كده كله في الصلصه. ما بنقليش الفلفل ده، الفلفل ده بيتحط ني كده يا جماعه. حطينا رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، مش بنحط كمون، هو بس ملح وفلفل اسود. وهتاكلي اجمل طبق فلفل بصلصه. هنسيبه بقى يتسبك، وبعد كده هنغرفه مع الاكله بتاعتنا. هنا بقى بصوا طبق الكشك بنغرفه كده، والطبق ده ما ينفعش ان هو يتساب كده في الوك او في الحله ونغرفه سخن. الطبق ده بيتاكل بارد يا جماعه، زي البصاره بيتاكل لما يبرد خالص. تمام. وبزينه بقى كده بالبصل، انت بقى زي ما تحبي، عايزه تاكليه كده عليه البصل تمام، عايزه تحطي عليه النعناع. والنعناع طبعا انا بفضل بالنعناع، بيبقى طعمه تحفه. عايزه بقى تاكليه ساده، انا عندي اللي في بيحبوا ساده فانا سبته ساده كده. حطيت بس كده رشه بقدونس، يعني جرنشه كده على الوش. هما طلعوا معايا 5 اطباق، ال4 اطباق دول والطبق اللي هو كان بالنعناع. تمام. بصوا كده جمالهم، طلعوا معايا 5 اطباق بالظبط. يعني انا صورت ال4 دول، والطبق الرابع الطبق الخامس اقصد حطيت له بقى رشه النعناع وصورته لوحده. وحطيت بقى كده كمان الفلفل بصلصه. بجد كان اكله حلوه جدا. مش شرط يا جماعه نقول بقى لحمه وفراخ والاكلات دي، لا بجد والله، يعني ممكن من اقل حاجه تعملي اكله كل البيت ياكل وياكل ويشبع كمان، ووجبه اقتصاديه وكمان فيها عناصر غذائيه حلوه جدا. الفول طبعا من الحاجات اللي فيها البقول، طبعا من الحاجات اللي تعتبر يعني بروتين برضو، يعني بروتين نباتي. والاكله حلوه حرشه جميله لذيذه. احنا زمان واحنا صغيرين عايزه اقول لكم على حاجه، كنا بناكل الاكله دي وكنا نفكر الفول ده جمبري. كانت ماما تضحك علينا وتقول لنا ده كشك بالجمبري. والله العظيم من كتر ما احنا بنحبها كنا بنصدقها ان ده كشك بالجمبري. جربوا الكشك الاسكندراني هيعجبكم جدا. وده الطبق بقى اللي انا حطيت عليه رشه النعناع، لان انا بحبه بريحه النعناع قوي. النعناع ده طبعا انا خدت شويه من زيت البصل وشوحت فيهم النعناع كده، وخدتهم بقى كده بالزيت بتاعهم حطيتهم على الوش. ده النعناع، انا كنت جايبه حزمتين نعناع ونشفتهم وفركتهم كده وحطيتهم في الكيس ده، بشرب بيهم شاي بالنعناع.
فخدت منهم شوية نفعني بقى في طبق الكشك. بجد اعملوا الاكلة الحلوة دي، الناس اللي بتحب الكشك الاسكندراني ومفتقداه وكانت ناسياه اعملوه وهتاكلوا صوابعكم وراه. يلا بقى، مش شرط بقى نقول لحمة وفراخ، لا الكشك الاسكندراني مش شرط بصورة، يعني هو الفول البصارة بيتعمل بحاجات كتير جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.